لأول مرة بحياتي أدخل سوق بدقائق يعزل ويتحول إلى قطار، ومو أي سوق، هذا أكبر سوق للكائنات البحرية بتايلاند. سافرت أبحث عن أجمل الأماكن بالعالم حتى أخذ زوجتي إلها بشهر العسل، واختاريت سوق القطار لأنه واحد من أقدم وأشهر الأسواق الشعبية بالعالم. بس السؤال اللي محيرني ومحير الكثير من الناس، من البدء أول السوق أو القطار؟ سووا لايكم متابعة وتعالوا أحكي لكم القصة. قعدت من الصبح في فندقي الأربع نجوم في وسط العاصمة بانكوك، وكالعادة راح أختار فطوري من الأوبن بوفيه المجاني وأصعد أجهز نفسي لأن عندنا رحلة طريقها ساعة ونوصل أنا وجروب العراقيين إلى سوق القطار الأشهر في تايلاند. هذا السوق قديم وتأسس قبل أكثر من 100 سنة، سوق عادي يزوره عدد قليل من الناس، فقررت الدولة تسوي قطار يربط بين منطقة ماها شاي ومنطقة مايك لونغ، فوضعوا سكة الحديد اللي يمر منها القطار في وسط السوق. فأهل المحلات ما عزلوا بسطياتهم وتأقلموا مع الوضع، وصار سوق شعبي مبني على طول سكة القطار، يبيعون أنواع الكائنات البحرية والخضروات والفواكه الاستوائية وأنواع الهدايا والملابس والحقائب والمطاعم. وكل يوم القطار يمر داخل هذا السوق 8 مرات. قبل وصول القطار بدقائق يتم إطلاق صافرة إنذار في السوق لتنبيه أهل المحلات حتى يسحبون بضائعهم والمظلات ويفسحون طريق يمر منه القطار. وشرط المرور ينبه الناس تقف على يمين ويسار السكة يشاهدون مرور القطار ويسلمون على الركاب اللي بداخل القطار، وبعد ما يروح القطار ترجع المحلات لوضعها الطبيعي ويرجعون الناس يمشون على سكة القطار. الناس حبوا الفكرة والكل تحدث عن هذا السوق ونشروا عنه الكثير من الفيديوهات حتى صار أشهر سوق بتايلاند، وصاروا يزورون ملايين من السياح من أنحاء العالم، وهذا ثاني مكان مناسب لشهر العسل بهاي السلسلة. وبعدها الشركة العراقية في تايلاند أخذونا القرية تايلاندية، راح ندخل بيوتهم وناكل من أكلهم ونلعب مع حيواناتهم في مزرعة جوز الهند.